الأستاذ جورج صبرا بمنصب رئيس المجلس الوطني السوري ب 28 صوت. المعارض السوري البارز جورج صبرا هو أول رئيس للمجلس الوطني السوري يأتي عن طريق الانتخاب. صبرا والذي حصل على 28 صوتا وعد بالعمل مع باقي المجموعات على تسريع الإطاحة بنظام بشار الأسد. حقيقة لقاء المعارضة السورية هو حاجة للسوريين أولا قبل أن يكون شيء آخر، وهو تلبية لنداء ثوار لنداء الشعب السوري في الداخل أن يكون له هناك معارضة لها رؤية واحدة، لها خطة مشتركة من أجل تسريع بترحيل النظام. على الرغم من انتخاب جورج صبرا فلا تزال المناقشات مستمرة لتشكيل جبهة معارضة موحدة تنبثق عنها حكومة انتقالية، في حين ذكرت لجان التنسيق المحلية أنها انسحبت من المجلس لأن قيادته غير قادرة على تبني خطة إصلاح شاملة وجدية. هناك انسحابات في هذه الفترة، هناك عدد من الشخصيات الوطنية لفترة غادروا المجلس الوطني وهذا خيارهم، ونحن نستمر في التواصل معهم نشاور عندما تتاح لنا ذلك. آمال عريضة يعقدها السوريون على المجلس الوطني وعلى رئيسه الجديد في سبيل حسن قيادة المعارضة، في وقت يواصل المجتمعون في الدوحة مشاوراتهم بشأن مبادرة عرضها المجلس وأخرى طرحها المعارض رياض سيف لتوحيد ورص الصفوف من أجل إسقاط نظام بشار الأسد.